انا سعيد طبعا ان انا رجعت لمصر، اولا بلدي وجمهوري والناس اللي بتحبني وبحبها. مبسوط بتعاقدي مع نادي المقاولين كمنظومه محترمه متكامله كاداره على اعلى مستوى. ثانيا تواجدي مع قيمه بقدر الكابتن حسن شحاته كقيمه كرويه عالميه، مدرب ليه باع كبير جدا في المجال الكروي سواء على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات. اب بالنسبه لي على المستوى الشخصي، مع مجلس مع جهاز معاون على اعلى مستوى محترم يساعد الكابتن حسن ويساعد الفريق. لعيبه شابه، لعيبه ناشئين، لعيبه خبرات، كل اللعيبه مش عايز اتكلم اقول اللعيبه عشان ما انساش تاني على اعلى مستوى. اتمنى ان شاء الله رب العالمين زي ما قلت لحضرتك طموح السنه دي ان احنا نعمل مركز كويس محترم. السنه الجايه ان شاء الله ان البلان بتاعت الفريق ان هم يقدروا ينافسوا على البطوله سواء في الدوري او كاس او ان هم يوصلوا. هل وجود كابتن حسن شحاته على راس اداره الفريق المقاولين العرب يعتبر هو الاب الروحي ليك منذ عام 2003 في كاس الامم الافريقيه للشباب ساعدك على الرجوع للفريق؟ مفيش شك طبعا ان تفاوضنا حوالي شهرين، لكن كابتن حسن لما كلمني وحتى في موضوع 6 شهور ولا سنه ونص، كابتن حسن قال لي انت هتمضي معايا وهتمشي معايا، يعني لو ما فيش منتخب هتمضي معايا وهتمشي معايا. انا معاه طبعا مع نادي المقاولين سنه ونص، فطبيعي انا ناقشت مع الكابتن حسن. يعني انت عارف بثق جدا 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 في كلامه لان انا بستشير حاجات كتير جدا خارج حتى الكوره، فطبعا نفذت اللي الكابتن حسن عاوزه. مع شفت واحد بذكاء واحترافيه في التعامل مع الباشمهندس محمد عادل. اتكلم معايا قال لي عمرو بعقد او بدون بشرط او بدون شرط او ببند او بدون بند، احنا يهمنا ان عمرو زكي يرجع ويهمنا عمرو زكي يرجع المنتخب وكلنا نفرح لما عمرو يكون كويس، الفرقه تبقى كويسه. الكلام ده كله اذا جاي لك حاجه احنا بنقدر هيبقى الامر بالنسبه لك عايز تكمل معانا احنا نبقى مرحبين. انت بتشوف ال6 شهور بتشوف الوضع بالنسبه لك، يعني هكون عادي سنه ونص عشان بس يبقى كلام واضح. فاهم؟ اذا كان جاي لك حاجه وانت عندك الرغبه وحاجه كويسه احنا ليه نكره او ليه نقول لا؟ ده حاجه تبقى راجعه لك. وانا قلت له حتى نفس الكلام، قلت له صح يعني عندك حق، انا ممكن انا باجي بعد 6 شهور. انا نفسي حتى لو جاي لي حاجه مش عايز امشي طالما مستقر ومرتاح والفرقه ماشيه كويس الامور كلها كويسه. فالحمد لله رب العالمين في طب كابتن عمرو كان في عروض ثانيه؟ طيب كابتن عمرو اكيد طبعا كان عندي عروض، يعني سواء في تركيا، كان في رومانيا، كان في اسيا، كان هنا في مصر موجود، كان في الخليج موجود. في شرط جزائي في العقد بتاعك ان بيتيح الانتقال للزمالك؟ يعني بس يعني بالحب بالود وديه بس ما فيش شرط جزائي. شكرا يا كابتن.